أهم أخبار النهاردة جايب لك أخبار الأهلي والزمالك وبعض الأخبار الأخرى. جايب لك شوية أخبار كده على الرايق. طبعا كل خبر أنا جايبه لك بالمصدر. بس قبل أي حاجة صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعة فضلا وليس أمرا. اللايك والمتابعة هيفيدوني جدا فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبة لأخبار النهاردة تابع معي. هنبدأ بنتائج مباريات النهاردة على السريع كده. تنزانيا تفرض التعادل على تونس ويتأهلان لدور ال16. فوز منتخب نيجيريا على أوغندا بنتيجة 3-1 وصعوده لدور ال16. أيضا نهاية مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي بنتيجة 3-0 للمقاولون. بالنسبة لأخبار النهاردة، وفقا للإعلامي أحمد شوبير، أنهى نادي بيراميدز إجراءات انتقال حامد حمدان إلى صفوفه وينتظم اللاعب غدا في تدريبات الفريق. تقارير يستروب رفض قرار الإدارة بتوقيع عقوبات مالية على أي فرد من جهازه المعاون الأجنبي بعد الخروج من كأس مصر. الأهلي يعرض على يستروب المدير الفني أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد عيد لاعب المصري لتدعيم الجبهة اليمنى في يناير المقبل. حسب مصدر يلا كورة، عقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع وكيل أفيمي كوبولولو الذي طلب راتبا سنويا قدره 1,800,000 يورو، مما أدى إلى توقف المفاوضات معه. تقارير نادي برشلونة قدم العرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة. رسميا أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن نادي الزمالك. تقارير نادي الزمالك يعين المدرب طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب السابق أحمد عبد الرؤوف. المدرب المصري طارق مصطفى فسخ عقده بالتراضي مع أهلي بنغازي الليبي وسيتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض. تقارير اتحاد الكرة يدرس الترشح لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028. تقارير منتخب مصر سيواجه السعودية وأسبانيا في شهر مارس وسيواجه البرازيل والنرويج في شهر 6 استعدادا لكأس العالم. بس كده صديقي، ده ملخص أخبار النهاردة. طبعا الأخبار مش كتير ولكن أنا جايب لك كل خبر بالمصدر. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط لايك ومتابعة فضلا وليس أمرا، واستناني فيديو يوميا بنزل لك نفس الفيديو بأهم الأخبار والخبر بالمصدر. وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعليق. بس كده، سلام.